هو أنت فاكر إنك هتعمل كده ومش هتعاني؟ تبقى غلطان. السلام عليكم، إزيكم يا حلوين عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. أنا آية لايف كوتش ومعالج معرفي سلوكي، ويلا ندخل في الموضوع بس الأول صلوا على النبي. في قاعدة بتقول إن مش الأحداث هي اللي بتسبب المشاعر، ولكن أفكارك ومعتقداتك أنت عن الأحداث دي هي اللي بتجيب لك المشاعر. يعني الحدث اللي ضغطك أوي دوّة مش هو السبب في المشاعر اللي أنت حاسس بيها، لكن إدراكك وتفسيرك للموقف هو دوّة اللي بيسبب لك المشاعر اللي أنت حاسس بيها، واللي هي مسببة لك الضغط الحقيقي للموضوع. يعني هاحكي لكم قصة بسيطة أوي كده. كان في واحد قاعد على كرسي متحرك، ربنا يعافيه ويعافينا يا رب، وجاله واحد قال له: "صعب أوي إن أنت طول النهار محبوس على الكرسي ده." ولكن هو رَد وقال له: "مين قال لك إن أنا محبوس؟ ده لولا الكرسي دوّة أنا كان زماني فضلت على السرير طول النهار. الكرسي ده هو اللي مش مخلّيني محبوس ومخلّيني باشوف الدنيا والعالم من حواليّا." يعني اللي هو زي ما قُلت لكم في الحلقة اللي فاتت بالضبط، هو على حسب أنت باصص للموضوع إزاي، وأنا اتكلمت بالتفصيل عن الكلام ده في الحلقة اللي فاتت، والحمد لله كانت حلقة حلوة أوي والfeedback بتاعها كان جميل جدًا. ونيجي بقى للموضوع دوّة وهنلاقي إن إحنا عندنا فلسفة اسمها حقائق المعاناة ال4، وأول حقيقة بتقول إن الحياة معاناة وإن المعاناة موجودة دايمًا في الحياة. إيه اللي أنا باقوله ده؟ ما هي نفس المعنى. ما علينا، والله ما أنا شايلاها في المونتاج. المهم تعالَ نكمّل. الحقيقة دي بتقول إن كلنا بنعاني، ولكن كل واحد بيعاني بشكل مختلف عن التاني، سواء بدنيًا أو نفسيًا أو فكريًا، ولازم نبقى عارفين إن ما فيش حاجة بتفضل على حالها، ولا الحزن دايم ولا الفرح دايم وكُلّه رايح. ووالله مش قصدي أكئبكم خالص، ولكن القاعدة هي اللي بتقول كده. معلش استحملوني وخلّوكم معايا للآخر وهتاخدوا حاجة نضيفة. تاني حقيقة من الحقائق ال4 بتقول إن أصل المعاناة هو الارتباط، ومش مقصود بيه الارتباط اللي هو الخطوبة، المقصود بيه إن أنت مرتبط ومتمسك بحاجات معيّنة هي اللي بتعوقك، وهي دي اللي بتخلّيك تعاني، زي جرح قديم، مشاعر قديمة، تجارب قديمة، معتقدات في دماغك قديمة. برغم إن كل حاجة من الحاجات دي اتغيّرت وما بقتش موجودة حاليًا، ولكنك أنت متمسك بيها، كإنها موجودة لحد دلوقتي. وساعات كتير أوي إحنا أصلًا ما بنبقاش مدركين إن إحنا لسه متمسكين بالحاجات دي. فمثلًا بابقى رابط في دماغي إن لمّا فلان هيتصرّف بالطريقة الفلانية، أنا ساعتها كده هابقى مبسوط وراضي، ولمّا فلان ده ما بيتصرّفش بالطريقة دي، أنا ساعتها باتضايق وبابتدي أعاني. بس الفكرة أنا ما عانيتش بسبب إن هو ما اتصرّفش بالطريقة اللي كانت في دماغي، على قد ما أنا عانيت إن أنا كنت رابط سعادتي بالطريقة اللي هو هيتصرّف بيها. زي مثلًا الناس اللي هي بتربط سعادتها أو راحتها باللي هي لمّا أخلّص ثانوية عامة هارتاح، لمّا هاخلّص الجامعة هارتاح، لا، لا، لأ، ده أنت لمّا هتشتغل هتبتدي ترتاح، لحد ما بيطلع على المعاش وبيلاقي نفسه إن هو ما ارتاحش، لإنه كان رابط ارتياحه أو سعادته أو أي حاجة في حياته بشيء تاني إن هو يحصل. فلازم ما نربطش سعادتنا بحاجة معيّنة لمّا تحصل، ونخلّي سعادتنا دايمًا إن إحنا نستمتع بالحاجة اللي إحنا بنعملها أيًا كانت هي إيه. لإن حسب الحقيقة الأولى إن المعاناة موجودة ودايمة في الحياة، ولكن أنت هتبطّل تعاني لمّا تبُص لها بنظرة مختلفة. تالت حقيقة وأحلى حقيقة بالنسبة لي إن وقف المعاناة أمر في متناول إيدك، والحقيقة هي اللي بتقول كده، أنا ما ليش دعوة. فالحقيقة دي بتقول لك إن المعاناة هتُقف لمّا يبقى عندك وعي مختلف وفكر جديد، لمّا تتحرر وتفُك القيود وتفُك الارتباط اللي إحنا قُلنا عليه في النقطة رقم 2. والحقيقة الرابعة بقى بتقول لك إزاي توقّف المعاناة. فأنت بتوقّف المعاناة لمّا بتقرر. فاكرين لمّا قُلت لكم قبل كده إن أي حاجة إحنا عايزين نعملها هي بدايتها قرار؟ فأنت لمّا تقرر تركّز على هنا والآن، وتركّز على الحاضر اللي أنت عايش فيه، وتنسى الماضي وما تفكّرش في المستقبل، ويبقى عندك وعي بأفكارك وتصرفاتك، وتشفق على نفسك وتشفق على الناس اللي حواليك، ساعتها أنت هتبقى بتوقّف المعاناة. فكده إحنا عرفنا إن المعاناة بتيجي من طريقة التفكير اللي أنت بتفكّر بيها.
طب عايزين نعرف بقى إزاي يبقى عندي وعي جديد وفكر مختلف، ده بقى اللي هنعرفه في الحلقة الجاية إن شاء الله لو عِشت وكان ليّا عُمر، عن إيه الأخطاء اللي أنا باقع فيها وأنا بافكّر، فاستنوني في الحلقة الجاية، وكالعادة باتمنى لكم حياة أطيب مما تتمنوا. سلام.